زواجه الثالث يثير الجدل. بدر الشعيبي يعقد قرانه على سبأ الرشيدي في أجواء مفاجئة. لكن قبل ذلك لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. في مفاجأة غير متوقعة، أعلن الفنان الكويتي بدر الشعيبي زواجه الثالث من الشابة سبأ الرشيدي في حفل بسيط جمع الأهل والمقربين فقط. وانتشرت صور عقد القران بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وسط موجة كبيرة من التفاعل والتهاني من جمهوره ومحبيه في الكويت والخليج العربي. بدر الشعيبي عبر عن سعادته بهذه الخطوة من خلال منشور رسمي قال فيه: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تم بحمد الله عقد قران اليوم على من ارتضيت دينا وخلقا وحسبا. أما عن سبأ الرشيدي فهي شابة كويتية من خارج الوسط الفني، معروفة برزانتها وابتعادها عن الأضواء. لم تكشف الكثير من التفاصيل عن حياتها الخاصة حتى الآن، إذ يحرص الشعيبي على إبقاء حياته الأسرية بعيدا عن الإعلام هذه المرة. هذا الزواج هو الثالث في حياة بدر الشعيبي بعد تجربتين سابقتين. الأولى كانت عام 2013 من شوق بوراشد، والثانية عام 2019 من المحامية شوق البلوشي، وله من زيجتيه السابقتين 3 بنات. وقد تلقى الفنان سيلا من التعليقات المهنئة على مواقع التواصل، حيث عبر متابعوه عن تمنياتهم له بحياة سعيدة ومستقرة، بينما رأى آخرون أن هذا الزواج يمثل بداية جديدة في حياة الفنان بعد سنوات من الانشغال الفني والتقلبات الشخصية. بدر الشعيبي يعتبر من أبرز الفنانين الشباب في الكويت، إذ جمع بين الغناء والتمثيل والإخراج، وشارك في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والمسرحية الناجحة. بهذا الزواج يفتح بدر الشعيبي صفحة جديدة في حياته الخاصة، وسط تمنيات جمهوره بأن تكون هذه المرة الثالثة هي الاستقرار الحقيقي الذي طالما بحث عنه.